فطيرة البيض باللحم المفروم نكهة المطبق السعودي، وصفة سريعة لكن النتيجة شيء فاخر وطعمها ما يتفوت. تنفع فطائر للكيتو دايت أو كحشوة فعلية للمطبق. الوصفة سهلة جدا، أضفت لحم مفروم ني مع الكراث والبصل وتوابل المطبق الأساسية كمون وقرفة، وأكيد ما ننسى الملح. ولأنها فطائر راح نضيف رشة من الباكنج باودر. وأخيرا نضيف البيض ونخلط المزيج على مقلاة ساخنة بها مسحة زيت. نصب شوي من المزيج، نغطيها، نتركها تتحمر من الجهتين على نار هادئة حتى تتماسك تماما، وبكذا نعرف إنها استوت. الفطائر تطلع طرية لأنها بدون طحين، فننتبه وقت نقلبها، ويفضل استخدام مقلاة غير لاصقة. الوصفة مو بس لذيذة، هي كمان فكرة جديدة لكيف نقدر نحول البيض المقلي السادة لوجبات فطائر متنوعة لذيذة مشبعة وصحية. راح أشارك معكم بفيديوهات قادمة وصفات أكثر لفطائر البيض المتنوعة، وأتمنى تعجبكم. وبكذا خلصنا وصفتنا لليوم، فطيرة البيض باللحم والكراث، طعم مطبق، شكل أنيق، بنكهة تراثية. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. أشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.